مرحبا بكم يا أصدقائي في قناتي. بهذا الفيديو تبعنا لليوم بدي أشتغل أشرح لكم طريقة عمل بطانية بيبي للأطفال باستخدام هذا الخيط اللي شايفينه معي. بدي استخدم خيط هيمالايا يولو كولر، هذا نازل جديد مثل ما شايفين، بيجي عبارة بهالطريقة هاي. بدي بقلبه الزمين تبعي رح يكون خيط القطيف، الخيط المخمر اللي شايفينه. هلا رح اشرح لكم على سنتي صغير لانه بالفيديو صراحة ما مشان ما اطول الوقت. الابرة اللي رح نستخدمها 5 ميلي توليب. رح نبلش عدد محدد قديش حابين تشتغلوا سنتيمتر. هو تقريبا البيبي بيكون 75 في 75 لحديثين الميلادي سنتيمتر. 2 3. هلا انا حاشتغل تقريبا شي 25 غرزة. 5 6 7 8 9 10 11 12 20 25. هاي رح نطلع ارتفاع. فينا اشتغلها حشو. رح نشتغل كل الغرز لنهاية الدرب. نحن اول شي مثلا بحب اشتغل عدد سلاسل محدد، بعدين فينا نفك من الطرف الاولاني. هلا بدنا نشتغل اول دربين 3 حشو، بعدين بدي ادخل الخيط بقلب القطيفة، بقلب خيط المخمل. رح نخلص اول درب. رح اطلع سلسال ارتفاع. كمان رح اشتغل هذا الدرب حشو. فيكن تعملوا نص عمود، عمود بلفة. رح اشتغل بما انه عدد صغير هون حشو. رح اشتغل دربين ونجي لنكفي. مثل ما شايفين بعد ما اشتغلنا صار 1 2 4. هلا اجينا للدرب رقم 5. بعد ما جينا للدرب رقم 5 هلا بدي بلش ضيف الخيط تبعي لقلب الشغل. شلون رح نعمل؟ رح نشتغل كم غرزة كنار. 2 3. بعد ما اشتغلنا 3 غرز رح نجيب الخيط تبعنا مثل ما شايفين، او رح اشتغل غرزتين. عندي هيك فاضي. بدي فوت الخيط والغرزة بقلبها، كون ثبتها. هلا هي بعدها رح اشتغل 2 فاضية.
رح اجيب الخيط من فوق. هاي لازم نربطها عشان ما تفلت. فأنا رح خلي شوف واحد فوق الخيط. هلا هون هيك هذا الخيط عم فوته وأنا عم بشتغل. رح اشتغل 3 حشو. 2 هون نتركهم فاضيين. رد نحن عم نشتغل 3. مع الخيط 3. 2 للطابة هي تبعنا تبع بقلب الخيط. شدها مشان ما عم تبين لك حتى الخلف تبعي شلون عم يطلع نظيف. درب القداماني هيك. طبعا هي بدي اربطها انا او بدي اجيب ابرة خيطها بقلب الخيط. 3. هالطريقة هاي. هلا رح نطلع ارتفاع ونشتغل الغرز كلياتها حشو. هلا انتو قديش حابين انه نحط بين الغرزة والغرزة بين هذا الدرب مع الدرب اللي بعده. انا رح اشتغل شي 4-5 دروب. رح اشتغل 4-5 دروب ونشوف كيف بده يتم يجي الدرب تبعنا اللي بعده. مثل ما قلنا بعد ما نشتغل كذا درب. هلا هذا الشي بيكون عائد لكم انتو كم درب حابين تتركوا فراغ بين هدول الطابات تبعاته. هذا الشي مثل ما قلنا عائد لكم. هلا فينا نشتغله بطريقتين. نكفي الخيط ارفعوا هيك معي لورا وكفي الشغل هيك هون بدون ما اقطع الخيط. بس انا لانه حيتم عندي طابات بالطرف الخلفي انا ما حاعمل من هاي الطريقة. رح اقص الخيط من هون. طبعا هذا لازم نثبته ونخيطه. هلا رح اجيب الخيط عندي هون. هلا جاي عنا هاي مثل ما قلنا بدنا نثبتها كمان. بخيطها بخيط بقلب الخيط تبعي هون. متى ما خيطتها هون ما عاد تبين. رح يطلع شغل نظيف. هلا شو رح نعمل؟ انا حابة اعمل مثلا بلش درب جديد بالنص بين هدول الطابتين. رح بلشوا هون. يعني عدد الغرز هون الفاضية عندي ان هون رح اشتغلهم بس خيط على الحل وبلش من النص. اشتغل حشو. يعني هنا هذا الشغل بدي كله بس عم حفرجيكم مسطرة. بدي اشتغل بطانية كبيرة.
رح احطها هون. اشتغل غرزتين فلتت، بس نحسبها انه هي هون، بدنا نخيطها بعدين. مفيش نوجد بالنص. ما قلنا 3 فوق الخيط، 2 من ورا عادي، كيف مثل شايفين هيك. على فكرة في هذا منه ألوان كتير حلوة بتجنن. هذا الحمد لله. رح أقص الخيط من هون، يعني هذا الدرب رح يكون عندي هيك، شايفين جايين فوق النص الدرب اللي قبله. بعدين رح بلش كمان حط اشتغل كذا درب، ورد اشتغل من نفس هذا الدرب. كيف بلشت من هون بعد 3 غرز، لرد رح بلش بعد 3 غرز هيك لحد ما يكبر الطول المناسب اللي بدي اشتغله انا. دول معنا بدنا نخيطهم بعدين، يعني انا ما حابة احط من ورا مشان ما يروح الطابات بصراحة. هاي بهالطريقة هاي فينا نكفي على حسب القياس اللي حابين تشتغلوا. مثل ما شايفين انا اشتغلت للبيبي حتكون وحدة كافية، لانه هي 200 جرام، 340 متر حيكون، بتكون كافي لبطانية بيبي، وبيزيد منها على قياسها 75 سنتي. والمخمل الخيط القطيفة اللي بيشتغل من قبل البطانية رح يعرف كم وحدة بتكفي. ان شاء الله تكون عجبتكم الفكرة تبعي لاستخدام هدول الخيطين 2 سوا للحرام البيبي. ان شاء الله انا بس بدي اشتغلها رح فرجيكم اياها كيف رح تطلع على الشغل، تكون خاصة. وفينا نشتغل الاطراف بعدها بلون تاني من الالوان، لون اي مخمل مثلا نهدي او فوشيا مثل هيك على طرفه، طرف البطانية تبعنا حشو بس، رح تكون كتير حلوة. اذا عجبكم الفيديو تبعي ما تنسوا تعملوا لي لايك على الفيديو وتشتركوا بالقناة اذا كنتوا اول مرة بتتابعوني، وشكرا لكم على المتابعة.